اي حد بيأسس لك مواسير فريون لازم تتاكد من وجود كابل الكنترول. كابل الكنترول ده مهم جدا. تكييفات لما تيجي تأسس تكييفات يفضل حتى لو انت عندك الشرب بتاع الارضيه واطي يفضل انك تمشي المواسير في السقف. هنا عملنا الكهرباء كلها على التصميم، عملنا اباليك هنا في الحيطه ده تبع التصميم، وعاملين الشاشه في المكان ده. الفتحه بتاعت المطبخ ما كانتش في النص، كانت في اليمين، فاحنا اضطرينا نبنيها ونرحلها في الوسط عشان خاطر نستفاد بكل جنب في المطبخ. عندنا هنا لوحه الخدمات، لوحه بتبقى في وسط الشقه عشان فيها الراوتر ويوزع الدش والنت والكلام ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ معاكم المهندس ابراهيم من شركه المعمار الذهبي للتشطيبات. احنا دلوقتي في موقع في حي الاندلس بالتجمع. المساحه عندنا 210 متر. خلصنا، عملنا فيديو قبل كده باعمال السباكه. النهارده خلصنا اعمال الكهرباء كلها واعمال التكييفات، وشغالين في المحاره بنمحر الحوائط عشان خاطر البورسلين، ولسه هنصب الارضيه. عاوزين نبص سريعا كده على اعمال التكييف الاول. هنا في الريسبشن عندنا هنا بص كده، اول حاجه التكييف، عملنا تكييف رئيسي هنا. التكييف ده طبعا في ملحوظه عاوز اقولها في بند التكييفات. لما تيجي تاسس تكييفات يفضل حتى لو انت عندك الشرب بتاع الارضيه واطي يفضل انك تمشي المواسير في السقف طالما انت هتغطي في جبسون بورد. ليه؟ الصيانه بتاعتها سهله جدا زي ما انت شايف كده، من الاول للاخر. خط صرف، خط الفريون. طبعا انا ماشي معاه ماسوره الكهرباء. برضه الحكمه ماسوره الكهرباء دي عشان خاطر لو الكهرباء بتاعه التكييف، في تكييفات الكهرباء بتبقى على الفانه، وفي تكييفات الكهرباء بتكون على الوحده الخارجيه. فاذا كانت الكهرباء على الخارج او على الفانه احنا عملنا احتياطي بتاعنا. نقطه مهمه جدا عاوز اوضح ليها، احنا قلنا المواسير ما نمشيهاش في الارض، نمشيها في السقف علشان خاطر احنا بنعمل ارضيه صبه ونعمل بورسلين. الصرف الفريون ده عمره الافتراضي 20 25 سنه، ولكن البورسلين في الارض بيبقى مدى الحياه، فلو باظ مش هينفع اكسر في البورسلين. ولكن الجبسون بورد ممكن افرغ مكانه او اشيل جبسون بورد واغير الماسوره لو في مش كارفه حاجه وارجعها تاني. كل الشقه هنمشي عليها دلوقتي، احنا ماشيين على اعمال الكهرباء. هوريكم برده كل المواسير ماشيه في السقف. طبعا الفانه بتبقى على اليمين عشان خاطر تخش على طول فين؟ الماسوره تخش على طول في الفانه. وصرف التكييف طبعا لازم يتغطى عشان ما يقعش فيه اي حاجه والناس شغاله تسد صرف التكييف. هنا اعمال الكهرباء كلها على التصميم، عملنا اباليك هنا في الحيطه ده تبع التصميم، وعاملين الشاشه في المكان ده، وفي هنا قاعده فعملنا براز على العالي عشان خاطر الركنه الموجوده في المكان ده. هنا برضو دي وحده تانية، هنا في سفره. عملنا برضو هنا اباليك على الجنب ده عشان في هنا شغل بانوهات، ده كله معمول في التصميم، وديت براز على العالي. لو جينا نبص هنا معانا في الطرقه، طبعا المطبخ الفتحه بتاعت المطبخ ما كانتش في النص، كانت في اليمين، فاحنا اضطرينا نبنيها ونرحلها في الوسط عشان خاطر نستفاد بكل جنب في المطبخ. تبقى ميزه حلوه جدا ان انا ادخل المطبخ من المنتصف، سواء عملنا هنا باب جرار، سواء عملنا ستاره، سواء عملنا اي حاجه بعد كده باب مخفي. احنا عندنا الفتحه في المنتصف عشان اخد داير ما يدور رخام. خش معايا كده هنا اعمال المحاره عشان المطبخ هنا يبقى كله بورسلين، فمظبطين احنا اعمال المحاره شغالين فيها، لسه هيخلصوا الحوائط وبعد كده يخشوا في الارضيه. طبعا اللوحه الرئيسيه لسه ما اتبورتش. عندنا هنا لوحه الخدمات، لوحه بتبقى في وسط الشقه عشان فيها الراوتر ويوزع الدش والنت والكلام ده. دي اول غرفه عندنا. هنا برضو في هنا سريرين ومكتبين، عملنا علب على العالي وعلب على الواطي، خدمات للسريرين. وهنا التكييف برضو مطلعينه في السقف وخارجينه بره. دايما برضو صرف الفريون بتاع التكييف بينزل على يمين الكباس، على يمين الكباس مش شمال الكباس، انا منزله على اليمين. دي ملحوظه تخلي بالك منها. زائد بقى نقطه مهمه جدا في مواسير الفريون. مواسير الفريون قرب معايا كده، ده كابل اسمه كابل الكنترول. اي حد بيأسس لك مواسير فريون لازم تتاكد من وجود كابل الكنترول. كابل الكنترول ده مهم جدا، في ناس بتنساه او بتطنشه، فده غلط، لازم تخلي بالك منه جدا. دي الغرفه الاولانيه. في هنا عندي الحمام، طبعا ده لسه ما اتمحرش. هنا غرفه معيشه، في طبعا شاشه وفي ركنه فبراز على العالي، برضو صرف فريون التكييف على السقف. بعد كده في هنا اباليك في الطرق عشان دي كلها يبقى فيها بانوهات واضاءات. والغرفه اللي بعد كده متصمم في التصميم بتاعنا التكييف في المكان ده، التكييف بتاعنا موجود في المكان ده، فبرضو خدنا الماسوره على السقف، وطبعا قفزناها بقفزان عشان نحميها. في هنا حاجه بسيطه المفروض تتحط في الحسبان. احنا هنا المفروض زي ما عملنا في الريسبشن ومشينا ماسوره كهرباء مع التكييف، لازم نمشي ماسوره الكهرباء هنا برضو مع التكييف عشان خاطر الكهرباء جت من بره جت من جوه، معانا برضو ماسوره كهرباء. طيب
ماشي، نيجي هنا في الغرفه الاخيره. برضو الغرفه الاخيره نفس النظام، كان فينا حمام ماستر شلناه وعملنا كبرنا الغرفه. هنا التسريحه، هنا الشاشه، عملنا التكييف بتاعنا وخرجنا بره على العالي. دي كل اعمال الكهرباء واعمال الفريون. شغالين حاليا في المحاره، هنخلصها ان شاء الله. وهم شغالين في المحاره لازم اوريكم كام نقطه مهمه كده في المحاره، هنعمل بيها فيديو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.